السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي في فيديو جديد من قناتكم طبخة خفيفة. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، هنعمل مع بعض النهاردة طبق كبدة اسكندراني بطريقة سهلة جدا. أتمنى الفيديو يعجبكم. بس قبل ما ندخل الفيديو هنسمي الله ونصلي على رسول الله ونذكر بعض بالبقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ندخل بقى نشوف مكونات الفيديو بتاعنا. معانا هنا نص كيلو كبدة متقطع شرايح رفيعة، ومعايا كمية فلفل أخضر وعليهم كده قرن فلفل حراق، ومعايا ليمونة و3 معالق خل، ومعايا البهارات بتاعتي زي ما انتوا شايفينها بسيطة جدا، ملح وفلفل أسمر وكمون وكزبرة، ومعايا معلقة توم كبيرة، توم مفروم. اول حاجة هنعملوها هحط الخل والتوابل ومعلقة توم صغيرة وكمان عصير الليمونة، واتبل بيهم الكبدة بتاعتي واركنها زي 3-4 دقايق كده. مش هركنها وقت طويل ولا اي حاجة، هم 3-4 دقايق بس. وجينا هنا في طاسة كده حطيناها على النار ونزلنا ب3-4 معالق زيت. هخلي الزيت طبعا لما يسخن، ودلوقتي هنزل بكمية الفلفل الأخضر اللي معايا. حطي بقى يا حبيبة قلبي الكمية اللي تريحك. أنا هنا عملت كام قرن فلفل أخضر كده بارد، وحطيت عليهم اللي هو الفلفل اللي هو محمر شوية، ده فلفل حامي. حدل الفلفل تشويحة خفيفة خالص كده في الزيت. ممكن تنزلي بالكبدة الأول، بس انا فضلت يعني ان انا انزل بالفلفل. علشان ايه؟ انا مش عايزه احس بالفلفل اللي هو ليه جرشه كده، بس انا عايزاه يكون مستوي كويس في الكبده. نزلت طبعا مع الفلفل بسن التوم كده، واول ما ريحه التوم تطلع هركن بقى الخضار على جنب ده زي ما انتوا شايفين كده، علشان انزل بالكبده على الطاسه وهي سخنه تاخد صدمه الطاسه كده. طبعا مش هقلب في الكبده كتير غير لما احس ان لونها من تحت غير كده، واحس ان هي مسكت نفسها كده. انا بقلب حبايب قلبي من تحت لفوق علشان الكبده معايا ما تتهريش. دلوقتي خلاص بقى هدمج بقى الفلفل مع الكبده كده، وهفضل من الوقت للتاني اقلب فيها. هي مش هتاخد وقت خالص، يعني كل الحكايه يمكن ما تكملش كمان 5 دقايق. دلوقتي خلاص حبايب قلبي الكبده بتاعتي خلاص دخلت في السوا، او نقدر نقول اللي هي استوت خلاص كده. شربت الميه كلها اللي كانت نازله منها، وخلاص كمان الماده الدهنيه فصلت كمان اهي. معايا هنا سن توم بسيطه جدا، حطيت عليها برضو شويه توابل من اللي انا كنت حطاهم على الكبده في الاول، وهقلبهم كده. واول بس كده ما يتشوحوا تشويحه يعني كام ثانيه بس كده مع الكبده بتاعتي، خلاص هطفي عليها. هنا الكبده بتاعتي خلاص استوت، هطفي عليها البوتاجاز. ودي شكلها حبايب قلبي بعد ما خلاص حطيناها كده في طبق التقديم. بسم الله ما شاء الله، طعمها حلو جدا وريحتها كمان جميلة جدا جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم حبايب قلبي. ما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. بحبكم كتير كتير قد البحر وسمكاته، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في رعاية الله.